nothing compared to Egypt. اهلا بكم معانا، منورنا النهارده في برنامج مصر جميله شارع معز. معاكم احمد ماهر، هكون المرشد معاكم النهارده ان شاء الله. نتعرف على اجمل اثار المنطقه وهي مجموعه السلطان منصور قلاوون. المجموعه دي بتعتبر اكبر مجموعه اثريه معماريه في العالم الاسلامي، يمكن خاصه في مصر، لانها كانت بتتكون من اجزاء كبيره جدا معماريه، مستشفى ومدرسه وقبه ضريحيه وبعض المنشات الثانيه زي الوكاله اللي اندثرت، وكان سبيل كمان لشرب الميه. هندخل ونتعرف مع بعض عن منصور قلاوون وعن منشاته، وهنتعرف على جزء واهميه كل جزء فيهم وتعاملهم ايه مع بعض. المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي هو أحد أشهر سلاطين المماليك البحرية، وترأس أسرة حكمت مصر والمشرق العربي ما يزيد على قرن من الزمان. كان من رجال الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأبلى بلاء حسنا في معركة المنصورة وعلى شأنه بعد ذلك، فكان من كبار الأمراء أصحاب النفوذ في دولة بيبرس، وبويع له بالسلطنة في 11 من رجب سنة 678 هجرية، خلفا للملك الصغير العادل بدر الدين سلامش. وتتحدث أغلب مصادر هذا العصر عن لقب الألفي، وهو لقب أطلق على السلطان المنصور قلاوون، وذلك نسبة إلى قيمته، فقد اشتراه أستاذه الأمين علاء الدين ب1000 دينار، وقد ارتفعت قيمته لحسن سيرته. عزم السلطان المنصور على استكمال رحلة الجهاد ضد الصليبيين التي بدأها أسلافه، ففي سنة 684 هجرية فتح حصن المرقب وبنياس، وفي سنة 688 هجرية فتح طرابلس لبنان حاليا بعد حصارها واستعمال المنجنيق، وغنم جيشه غنائم عظيمة. توفي السلطان قلاوون بقلعة الجبل بالقاهرة في 27 من ذي القعدة سنة 689 هجرية، وفيها غسل وكفن، ثم حمل إلى تربته الملحقة بمدرسته العظيمة فدفن فيها، ولا تزال المدرسة شامخة شاهدة على عظمة هذا السلطان وازدهار عهده.
هنشوف مع بعض ماكت هنا بيوضح نموذج لكل الاماكن اللي احنا موجودين فيها في عماره او مجموعه المنصور الوان. كانت بتتكون من ايه وشكلها ايه وايه الباقي منها وايه اللي اندثر. قبل ما نتكلم عن مجموعه المنصور الوان عايزين نعرف مين هو الوان. حد منكم عنده اي معلومه؟ سمعتوا عن العصر المملوكي؟ ايوه. طب جميل. العصر المملوكي ده ايه بدايته؟ يعني عباره عن عصر بدا بمجموعه من المماليك، مجموعه صغيره من المماليك بتبقى مملوك لسلطان معين بيشتري مجموعه من الناس دي تخدمه، اسمهم مماليك. كانوا العبيد. كانوا عبيد بالظبط، اللي هم العبيد اللي بيشتريهم، بس بيوصلوا بعد كده ان هم بيكونوا الجنود بتوع الخاصين بيه. بيوصلوا لمناصب ثانيه بيترقوا فيها. بيجي مملوك صغير جدا عباره عن خادم للسلطان ده، بيبتدي يخدم عنده، بيترقى من منصب لمنصب. كان في مناصب كتير جدا في المماليك. بعد ما بيبتدي يترقى بيبقى في حاجه اسمها امير 10، بيبقى قائد ل10 من المماليك او الجنود اللي معاه. وبعد كده امير ل100، يبقى 100، وبعد كده اكتر اللي بيوصل ل1000، ده اسمه مقدم الوف، ده يعتبر من قمه او القاده بتوع المماليك. بيبتدي يترقوا بعد كده، في منهم اللي يوصل للمناصب اللي وصل بعد كده للسلطنه. لما خلص العهد الايوبي، صلاح الدين الايوبي كانت بدايته ونهايته الصالح نجم الدين ايوب اللي هو كانت زوجته شجره الدر، سمعتوا عنها اكيد طبعا. جميل. انتهى وبدا عصر ثاني اسمه عصر المماليك. منهم صاحب المنشاه اللي احنا فيها المنصور الوان. المنصور الوان ده بدا مملوك صغير، وزي ما قلنا بعد كده اترقى في كذا منصب، ووصل في فتره من الفترات انه حكم مصر بعد الظاهر بيبرس واولاده. الظاهر بيبرس طبعا عارفينه كلنا. الظاهر بيبرس لما مات مسك 2 من اولاده كانوا اطفال صغيرين. الاطفال الصغيرين ما قدروش يتحكموا في حاجه، فجه بعد كده المنصور الوان قدر يستغل الفرصه ويوصل لحكم مصر، واصبح بكده سلطان مصر كلها. وبقت المماليك ما بقوش عبيد؟ المماليك اصبحوا كده لاول مره اصبحوا سلاطين، بس الكلام ده احنا قلنا مش بدايه بس من الوان، كان في بيبرس من قبله. كانت بدايه شديده شويه. في قبل اللي يبقى الوان في 6 مماليك او 7 مماليك حكموا. كويس؟ بعد الصالح نجم الايوب حكمت شجره الدر، ما قعدتش فتره كبيره جدا، قعدت حوالي 80 يوم بس، وماتت زي ما انتم كلكم عارفين طبعا بالابائيب، واتحدثت من طول القلعه وخلاص بعد كده اتدفنت. ليه موضوع كده؟ لانها كانت عايزه تشيل السلطه من ابن السلطان. ساعتها كان في سلطان تاني قبلها كان مملوكي حكم بس ما قعدش فتره كبيره، فلما مات كان في ليه ابن صغير اسمه المنصور علي. المنصور علي لما جه يحكم مصر هي ما حبتش ان تبقى موجود. الظاهر بيبرس ده عمل مستشفى؟ الظاهر بيبرس ما عملش مستشفى، الظاهر بيبرس عمل جامع وعمل حاجه ثانيه اسمها مدرسه، موجود بقاياها عندنا في شارع معز هنا. بقاياها؟ بقايا صغيره جدا، لان طبعا بعد كده حصل فيه اماكن كتير بعد كده وسلاطين تانيين جم بيهد جزء ويبني عليها منشاه خاصه بيه، فاندثر جزء كبير جدا او اتهدم جزء كبير جدا من مدرسه الظاهر بيبرس. فضل منها جزء صغير موجود معانا في شارع معز، دي البقايا بتاعتها. طب هي دي قلعه المماليك؟ دي مش قلعه، احنا قلنا ده نموذج بيوضح المنشاه اللي احنا فيها كلها اللي هي مجموعه المنصور الوان. يعني دي القبه، دي مجموعه الوان بس اللي احنا فيها، المجموعه اللي دخلنا منها. كويس؟ دي هنوضح لكم القبه اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي حاليا، شايفينها دي؟ وهنا المدرسه، الجزء ده كله مدرسه، وادي المأذنه بتاعتنا، وقدامي هنا بقايا المستشفى. ما احنا قلنا ده كان مماليك، واحد من سلاطين المماليك اللي حكموا مصر. تمام؟ اي سؤال تاني؟ نكمل؟ جميل. ايه اللي خلى المنصور الوان يعمل حاجه زي دي او مجموعه كبيره زي ديت؟ منصور الوان عشان تشيل اسمه. سبب من الاسباب انه يشيل اسمه ويرفع اسمه كسلطان، لكن قبل ما يكون كده هو اصلا لما فكر فيها ما كانش سلطان. بمعنى المنصور الوان كان سافر في فتره ايام بيبرس، سافر في فتره لبلاد الشام، كانوا بيحاربوا فيها المعارك اللي موجوده بينهم وبين الصليبيين. فحصل ان هو جاله مرض شديد جدا. طب هيعمل ايه في المرض دوت؟ راح لمستشفى اسمها مستشفى نور الدين محمود او بيمارستان نور الدين محمود. كلمه بيمارستان معناها المستشفى بس باللغه الفارسيه. بيمارستان كلمه معناها دار المريض او بينزل المريض. فهو لما راح هناك اتعالج وتم شفائه بالفعل. فهو خد على نفسه عهد ان هو لو ربنا اراد انه يرجع مصر ويوصل للسلطه هيعمل مستشفى تاني على نفس النسق. وبالفعل لما وصل للحكم بدا ياسس المجموعه دي كلها، وكان اساسها مستشفى الوان. كان اسمها ايه طيب؟ اسمها مستشفى الوان؟ بالظبط، هو بدا كفكره بالمستشفى، لكنه بعد كده حب هو يكبر المجموعه دي كلها فانشا حاجه ثانيه، قبه ضريحيه. والمكان ده على فكره ما كانش مبني انه يكون قبه، هو كان مبني كمكان للمصلى او جامع. هو عمله هو السلطان ولا؟ واحنا قلنا هو لما وصل للحكم قدر انه ينشئ حاجه زي دي. هو الاول كان خد على نفسه عهد بس، كان فكره بس. لما وصل كانت فكره عنده ان انا لو وصلت للحكم هعمل حاجه زي اللي انا اتعالجت فيها دي كلها، وهبتدي اعالج الناس فعلا بالمجان نفس النمط اللي اتعالج بيه بره. فلما وصل للحكم بدا ياسس المنشاه دي، عمل زي ما قلنا المستشفى، وعمل حاجه اسمها القبه كانت مكان كان مصلى او جامع، وعمل مدرسه لتعليم المذاهب الاربعه الفقهيه. وكمان كان عامل حاجات ثانيه زي الوكاله. الوكاله دي مكان للتجاره او قيصريه، مكان زي سوق حاليا. كويس؟ وكان في سبيل، السبيل دوت مكان خيري بيسقي منه الناس ويوفر لهم ميه، ما كانش في زمان طبعا ميه زي دلوقتي عندنا في بيوتنا، فكان في حاجه اسمها السبيل بينقل الميه من نهر النيل بيخزنها تحت الارض في حاجه اسمها الصهريج، وبيبتدي الصهريج ده يرفع الميه للناس في الشوارع. الصهريج اللي هو البير، بس كان بير بيبقى مبني بالحجر ويبطن بمواد عشان الرطوبه ما تاكلش الحيطان. صناعي ولا؟ لا مبني بيتبني كطوب عادي احجار، وبتيجي بعد كده بتبطنه بحاجه عشان الرطوبه ما تضرش الحوائط، وبعد كده بيرفع الميه دي للناس تشربها في الشوارع، خاصه ان شارع معز كان شارع تجاري كبير جدا جدا ففي عليه اقبال من الناس. تمام؟
هو لسه فاضل دلوقتي كده لسه تجاري وكده ولا حصل؟ الشارع هنا معز، الشارع لا زال فيه تجاره جامده جدا، بس في بعض الحاجات بقى دخلت جديد، يعني مثلا صناعه النحاس والحاجات دي كلها موجوده. في صناعات تانية جديده داخل عليهم، يعني النحاس ده يمكن من زمان، حتى الشارع كان زمان شارع المعز مش بس اسمه المعز، الشارع له اكتر من اسم. في حاجه اسمها بين القصرين. بين القصرين ده ليه؟ لان كان في قصرين كبار جدا هنا في الشارع. المكان اللي احنا فيه دوت كان جزء من قصر قديم في العصر الفاطمي اسمه القصر الغربي الصغير، جزء منه الباقي اتهدم. واتهدم وهو بعد كده اسس عليه المنشاه دي. المكان ده اتهاجم؟ طب ليه مش كان؟ المكان مش اتهاجم، كان في قصرين قلنا في الشارع كويس. الفاطميين هم اللي اسسوا المكان اللي احنا فيه ده كله، القاهره كلها. القاهره كانت عباره عن رمل. جه الفاطميين عملوا ايه؟ بداوا ياسسوا حاجه جديده، عملوا القصر بتاعهم الكبير. كان قدامنا في الجامع كله بره في الشارع كان في مكان اسمه القصر الشرقي الكبير، كان قصر ضخم جدا مساحته حوالي 70 فدان. بعد كده لما جه تاني واحد من الخلفاء عمل حاجه اسمها القصر الغربي، كان في المنطقه اللي احنا فيها دي كلها جزء منه. اللي احنا فيه كان جزء من القصر الغربي الصغير. لما جه قلاوون بعد كده كان في مكان تاني اسمه هنا الدار القطبيه. بعد الفاطميين ما انتهوا جه مين قلنا؟ لا مين؟ لا قبل المماليك كان في الايوبيين. تمام؟ الايوبيين خدوا المكان ده، كان في واحد اسمه قطب الدين، ده كان ابن قريب صلاح الدين الايوبي. فاتسمت بالدار القطبيه هنا. قبلها كانت ايه؟ قلنا الفاطميين. كان المكان ده خاص بمين؟ كانت حجره خاصه باخت السلطان الحاكم او الخليفه الحاكم. اللي هو كان مين؟ تسمعوا عن الحاكم بامر الله؟ مين الحاكم بامر الله؟ كان حاكم، كان حاكم فاطمي اسمه الحاكم بامر الله، ده كان حاكم بيتصف بانه عنده بعض الاراء الغريبه شويه. جميل؟ المهم انه كان في هنا قصر، كانت اخته ساكنه في القصر ده اسمها ست الملك. فالقاعه كان اسمها قاعه ست الملك. طب مش ليه هدموا القصر ده مش ده كده يعتبر كان اثار يعني ليه هدموه يعني؟ ما هو ما كانش اثار ساعتها، هو كان قصر كبير للعصر الفاطمي قبله. الفاطميين دول كانوا حاجه اسمها الشيعه. لما انتهوا في حاجه اسمها اللي جم بعدهم الايوبيين كانوا سنه، فحبوا انهم ياسسوا حاجات ثانيه تخلد اسمهم. فبيعمل ايه؟ بيهدم جزء من الناس اللي قبله وبيبني عليها حاجه جديده لنفسه. تمام؟ يعني زي ما قلنا كان في قصر كبير جدا، كل ده اندثر واتهدم واتبنى عليه منشات ثانيه بعد كده في عصور تاليه. عشان يشيلوا اسمهم عشان يخلد اسمه هو ان انا سلطان مثلا قلاوون انشات منشات كبيره جدا ضخمه خيريه بتنفع الناس وفي نفس الوقت خلدت اسمي معاها. جميل؟ اتكلم اي سؤال ثاني؟ في من المباني القديمه يعني لسه موجوده ولا ما اتهدمتش؟ كل عصر بيعمل منشات كتير جدا. في بعضها بيبقى موجود وبعضها يندثر. احنا قلنا بدانا بالعصر الفاطمي هنا في القاهره، مدينه القاهره عموما بدات بالعصر الفاطمي كانت بدايتها. ففي منشات كتير جدا اتعملت، منها اللي انتهى زي القصر الفاطمي سواء القصر الشرقي الكبير والقصر الغربي اللي احنا كنا موجودين مكانه حاليا ده اندثر. طب في منشات ثانيه اتعملت في العصر الفاطمي؟ في منشات ثانيه اتعملت زي مثلا جامع الحاكم بامر الله. تسمعوا عنه؟ حاجه منهم لسه ده في اول الشارع موجود لحد الان. في جامع اسمه جامع الاقمر ده موجود لحد الان العصر الفاطمي. في اماكن ثانيه صالح طلائع وغيره، دي اماكن خارج اسوار القاهره وداخل اسوار القاهره. فالفاطميين انشأوا حاجات كتير جدا جدا. في حاجات منها اتهدمت، وزي ما قلنا انه كان في خلاف في المذاهب عموما، فكان اللي بيجي بيهد اللي قبله وعايز يعمل حاجه تاريخ خاص بيه. سنه وشيعه. بالظبط. حتى صلاح الدين لما جه هدم بعض الحاجات اللي موجوده في القصر الفاطمي. يعني بيقال ان في حاجات، كان في مكتبه موجوده في القصر الفاطمي كانت ضخمه جدا جدا، كان فيها عدد كتب مش موجود في العالم كله حوالي 1,200,000 كتاب. صلاح الدين عمل كده ليه؟ صلاح الدين كان شيعي ولا سني؟ لا سني. صلاح الدين احنا قلنا جينا بيقضي على المذهب الشيعي وبيرسخ المذهب السني مره ثانيه في مصر. ايوه بس ليه هدم المكتبه دي؟ ده علم كتير يعني. بالظبط، ودي ناس كتير جدا على فكره قالوا ان صلاح الدين كان اخطا في حاجه زي دي، ليه هدم العلم؟ لكن البعض الثاني قال لك ايه؟ قال لك ان صلاح الدين كانت فكرته انه بيقضي على مذهب شيعي. طب المكتبه دي كلها كان فيها كتب عامله ازاي؟ اغلبها كانت كتب شيعيه، بمعنى بيحبب الناس المذهب الشيعي. عشان كده عملها. عشان كده حاول ان هو يقضي على الموقف ده كله بانه بيشيل الكتب دي وينهي تاريخ الشيعه في مصر ويأسس حاجه جديده. طب هو ليه ما خلاش الكتب اللي هي ما كانتش ليها علاقه بالمذهب الشيعي وهدم الباقي؟ هو ساعتها صلاح الدين ما فكرش غير في انه يقضي على مذهب. صحيح كان في بعض الكتب غير الشيعيه لكنه ما كانش يقعد يختار فيه ايه. هو صلاح الدين ساعتها كمان مش بس خرج الكتب بره، ده عرضها للبيع بارخص الاثمان للناس في الشوارع. عشان كده المكتبه اندثرت تماما واختفت. هو عرضها للبيع ليه بقى يعني لما هو شالها فرغ يعني. هو فرغ المكان خالص. في ناس خدتها، هو مش هياخدها يحرقها. ما يعني اكيد في ناس خدتها. لا ما كانش بيبص بالنظره الماديه دي، شكلك ماديه شويه. لا انا مش ده انا بقول يعني. فهو خرج الحاجات دي كلها وبدا يشيل حاجات من القصر. وبعد صلاح الدين بدا القصر كمان يندثر اكتر للاسف. يعني اندثار القصر الفاطمي دوت مش بس من عصر صلاح الدين، من قبل صلاح الدين ومن بعديه. طب بعد ما هو عمل هدم المكتبه دي يعني في برضه كان ناس شيعه ولا خلاص كله قلب سني؟ هو في مصر عموما المذهب الشيعي ما انتشرش بالشكل الكبير قوي. يعني بمعنى ايه؟ الفاطميين كانوا شيعه وبيحاولوا يدرسوا المذهب الشيعي. يعني جامع الازهر زي ما احنا عارفين كانت بدايته اصلا في دوله شيعيه وكان بيدرس المذهب الشيعي. ومع ذلك المصريين ما كانوش متقبلين المذهب ده قوي، بمعنى ان كان في بعض الناس بتتشيع خوفا من الحاكم مش اكتر. بيروح بيتبع الحاكم بأمر، خاصه الحاكم بامر الله، انه كان حاكم مفتري شويه، بمعنى انه ايه؟ بيفرض عليك انك تتبع المذهب بتاعه والا ممكن يعدمك. اللي هو الشيعي. بالظبط. يعني. احنا بنتكلمش في عصر، مش بنتكلم في عصر حديث الديمقراطيه. في بعض العصور كان فيها ديمقراطيه. في حكام تانيين ما عندوش الكلام ده، في ان انت تتبع المذهب بتاعنا بس. يعني هو كان بيعدم كل
المعارضين ليه كان بيحاول ان هو يتخلص منهم تماما، او على الاقل بيتعسف ضدهم، بيعاملهم بشكل غير طيب خالص يعني. طب أيوة، صلاح ده غلط. الدين برضو قتل الشيعيين لا ولا صلاح سابهم؟ الدين احنا قلنا ان صلاح الدين حاول يغير المذهب لكنه ما ضرش الناس. صلاح الدين شال الافكار الشيعيه من عقل الناس، وفعلا هو كان له وجهه نظر فعلا تحترم، ان اهم حاجه بتاثر على الناس هي الثقافه قبل المباني. يعني المنشات موجوده حاليا لغايه الان، لكن الثقافه اللي بتاثر عليك. انت ممكن يترسخ في عقلك كتاب معين او حاجه معينه بتتبعها فهو عمل فبتؤمن بيها، فهو بعد عشان كده حاول يبعد الكتب دي خالص. طب احنا عايزين نتعرف عن كل جزء من الحاجات دي. هنبتدي نتعرف ان شاء الله على جزء من المجموعه اللي هي متبقي منها، زي ما قلنا ان في اجزاء اندثرت وفي اجزاء باقيه. نشوف اول حاجه القبه بتاعتنا. دلوقتي في اول جزء هناخده معانا من المجموعه بتاعت المنصور ألوون، اللي هي القبه الضريحيه. هي ليه سمت القبه الضريحيه؟ هي القبه الضريحيه معناها مكان فيه ضريح. ضريح بمعنى ايه؟ القبر اللي بيدفن فيه صاحب المكان. كلمه ضريح هو مدفون فهو فيه؟ بالظبط هو انشا المكان ده عشان يكون، بس هو في فكره البدايه هنا دايما اللي بينشئ قبه ضريحيه بينشئها عشان يدفن فيها. في بدايه الموضوع المكان ده ما انشئش كقبه ضريحيه، ما اتعملش قبه ضريحيه، المكان ده كان معمول كمسجد او مصلى بس، ومكان يقرا فيه القران. هنلاحظ ان في هنا واحنا ماشيين هنشوف في القبه في مكان قدام الشبابيك بتاعتنا هتلاقوا انها عريضه جدا في المساحه. ليه هنا؟ في حاجه اسمها خط تنظيم الطريق. بمعنى ايه؟ انا بعمل منشاه النهارده ما ينفعش ادخل في نص الشارع وابني المنشاه بتاعتي. فبعمل ايه؟ بشوف الشارع الاول، بسيب مساحه الشارع كلها كامله وابتدي اعمل المنشاه بتاعتي انا. فهو لما حاول يعمل دي لقى ان هيكون في انحناء في يعني هيكون المكان مش معتدل، المبنى بتاعه مش معتدل. فعمل ايه؟ عوض ده بانه استغل سمك الجدران انها عريضه جدا جدا في انه عملها نوافذ زي ما احنا شايفينها كده. كان دور النوافذ دي استغلها في ايه بعد كده؟ زي ما قلنا ان كان في هنا مسجد، استغل النوافذ دي في انها تكون مكان للقراء. بيجي قراء القران الكريم بيعملوا زي تبادل مع بعضهم زي ورديات او شفتات. بيقعد كل مقرئ لفتره معينه يبتدي يقرا القران طوال اليوم 24 ساعه مستمره. لكن بعد ما مات المنصور ألوون اتحولت بعد كده لقبه ضريحيه. قلنا يعني طب هو ده القبر؟ هنتكلم بالظبط هنا الضريح بتاع المنصور ألوون. مين اللي عمل هنا المكان دوت؟ ابنه الناصر محمد. لما هو مات حول المكان دوت لقبه ضريحيه ودفن والده فيه المنصور ألوون في المكان اللي احنا فيه ده حاليا. ولغى المسجد؟ وما بقاش مسجد خلاص، ما بقاش مصلى. طالما بقى فيه قبه ضريحيه مش هيكون مصلى. فحولها لقبه ضريحيه هنا وبدات زي ما احنا شايفين العماره بتاعتها طبعا تحفه. هنا يعتبر دي مصنفه في العالم كله على فكره انها تاني اجمل ضريح في العالم. اجمل قبر في العالم، اجمل قبر في العالم لو تسمع عنه اسمه تاج محل. في الهند؟ في الهند. في الهند تاج محل ده اجمل ضريح في الهند. تاني اجمل ضريح في العالم كله المنصور ألوون اللي احنا موجودين فيه حاليا. لما مات زي ما قلنا جه ابنه الناصر محمد عمل الضريح ده واتعملت بعد كده مقصوره خشبيه وطبعا اتجددت في عصور ثانيه او ترممت في عصور ثانيه بعد كده. هما ازاي بالارتفاع ده وبنوه؟ جميل. زمان ما كانش فيه طبعا التطور اللي احنا موجودين فيه حاليا. ما كانش فيه المواد او الحاجات اللي بتصنع معاه بسهوله. فكان بيعمل كده ازاي؟ كان كل المباني اللي قدام دي كلها على نظام السقالات. ايه سقالات؟ ايه السقالات؟ اللي هو بيصنع حاجه من خشب او حديد بيبتدي يعملها نظام ادوار ويعلي المستويات بتاعتها مع كل درجه بيعلى اكتر. طب هو بيوصل ازاي لفوق؟ ما احنا قلنا في حاجه اسمها سقاله بيحط حديد مثلا ما شفتهاش حاليا في اي وقت حديد وفوقه خشب زي نظام مصاطب او درجات يعني بيطلع فوقها وبينتقل من واحده لواحده لدرجه لدرجه زي سلم بس مصطنع شويه سلم حديد او خشب فبيطلع فوق وبتيجي بعد كده الصانع بيطلع معاه بالاحجار وغيره. بس ليه المباني بتاعتنا مش زي يعني مش حلوه كده يعني ليه الارتفاع مش كده؟ الفكره ان الناس دي كانت يعني دايما احنا بنفكر في ان نعمل منشاه بس نسكنها او منشاه نحولها لمكان اداري او غيره. لكن احنا قلنا في الاول ايه؟ ان هو لما بيبني منشاه بيبنيها انه ينتفع بيها وفي نفس الوقت تخلد اسمه.
فبيهتم دايما بالعماره والفن. فبيعمل ايه؟ بيجيب امهر المهندسين في العالم وبيجيب امهر الفنانين في العالم. هي الارتفاع بتاع القبه قد ايه؟ هنا مجموعه الالوان كلها مش بس القبه، المجموعه كلها ارتفاع عالي جدا جدا في الشارع، بيصل حوالي 35 متر. ارتفاع ضخم جدا. طبعا ما كانش في زي ما قلنا، عشان نعرف بس القيمه اللي اتعملت هنا في المكان، ان رغم الوقت اللي كانوا فيه ما كانش فيه المعدات الحديثه دي كلها، وقدر يعمل الارتفاع ده كله. طب برضه ازاي قدر ينشئها بالسرعه دي وفي سنه وشهرين بس المنشاه دي كلها؟ ان كان بيقول اغلب المؤرخين اكدوا حاجه مهمه جدا، الشارع زي ما قلنا في البدايه انه كان شارع تجاري كبير جدا، بمعنى ان كل انواع التجاره كانت موجوده. المكان اللي احنا كنا فيه ده كان على فكره مكان اسمه سوق القفيصات، الاقفاص في قلبها مثلا سلع بتتباع. فعمل ايه المنصور قلاوون؟ امر العمال بتوعه ان اي حد من التجار هيمر في الشارع ما يمرش الا اذا رفع حجر يساعد بيه في البناء. عشان يبنيها يعني. بالظبط، عشان يبني المكان ده. الزخارف دي بتفرق من عصر لعصر ولا؟ اغلب العصور بيكون فيها زخارف جميله، لكن كل عصر بيتميز بحاجه. يعني مثلا العصر الفاطمي كان بيتميز جدا بالخطوط الكوفيه، حاجه اسمها الخط الكوفي. في انواع كتير جدا منه طبعا. الخط بعد كده لما وصلنا للعصر الايوبي ما اهتمش قوي بحته الزخارف، العصر الايوبي كان بيهتم بالضخامه المعماريه شويه. خصوصا ان قلنا ننشغل كمان بانه بيقضي على مذهب قبل كده. فمش ايه؟ هنا بقى في منها كوفي مربع، يعني الاجزاء اللي احنا شايفينها دي اسمه محمد، متكرر حوالي 16 مره على المكان ده، شايفينه؟ فاهمينه؟ مفهوم ولا ايه؟ جميل. ده اسمه خط كوفي مربع. لكن بعد كده في حاجه ثانيه على بدايه المنشاه من بره، في حاجه اسمها خط الثلث وخط النسخ. ده كان بيتميز بالعصر المملوكي. يعني العصر المملوكي بيتميز بالخط ده، العصر مثلا الفاطمي بيتميز بالخط الكوفي. وضخامه العماره طبعا ما اختلفناش فيها. ايه ده؟ دي زي ما قلنا ده اسمه الاماكن الخشبيه دي ولا ايه؟ اللي هو الحاجات دي. الحاجات الخشبيه دي بنسميها احنا مثلا كتبيات. دي اماكن بتبقى خاصه بيقام فيها بتحفظ فيها الادوات او بعض الكتب والمصاحف. واللي مكتوب هنا معلش دي ايات قرآن؟ دي ايات قرانيه وحاجه اسمها نص التاسيس، بس على فكره اغلب دي مش من عصر الانشاء، في حاجات في عهد واحد اسمه الخديوي عباس حلمي. ده جدد المكان هنا، رمم المكان ده المقصوره، وهنلاقي الكتابات دي برضه قلبها عليه. حاجات مذهبه، فبيأرخ ان انا برضه جيت المكان دوت وعملت حاجه. برضه بيحاول ان هو ينسب حاجه لنفسه. يعني ناس كتير جت وعملت حاجات. في ترميمات مع كل عصر بيبقى في حاجه اسمها ترميم احافظ على المكان ده. طبعا مش كل السلاطين او الملوك بيهتموا بحاجه زي دي، او مش كل الحكام، لكن في بعضهم بيكون مهتم بالحته المعماريه، فبدل ما بيدمر لا بالعكس بيشيد وبيرمم القديم وبيعمل لنفسه حاجه جديده. يعني مش شرط برضه ان احنا زي ما قلنا ان صلاح الدين جه هدم حاجات او في بعض الناس هدمت حاجات. احنا قلنا كان في فكر هنا ان انا بحاول اقضي على مذهب، كان في خلاف، لكن النهارده انا بعمل منشاه جديده، مش لازم انا اهدم القديم. يعني ما كانش شرط اساسي بمعنى صح. ممكن اعمله او اجدده، وكل واحد كان بيجدده عشان يبقى اسمه فيه. طبعا بيخلد اسمه، بدليل ان النهارده هنلاقي اسماء الناس اللي رممت، هنلاقي مثلا عباس حلمي لما رمم حاجه كتب اسمه عليها، فحفظ اسمه وحفظ تاريخه. على النصوص اللي انت قدامك دي كلها هتلاقي في مثلا اللي رمم نص عباس حلمي هتلاقي موجود عليه نص على التركيبه اللي احنا شايفينها دي. في حد بيعمل موجوده هنا هتلاقوها الخديوي نعم. في حد بيعمل تاني غير عباس حلمي؟ بعد كده في العصر بتاعنا احنا الحديث ده في حاجه اسمها لجنه حفظ الاثار، واحنا هنا كوزاره اثار بنهتم بحته الترميم، ان اي مكان مثلا الرخام ده لو حصل فيه كسر او حاجه بسيطه بنلحق احنا نرممه قبل ما ينتهي تماما. لان احنا قلنا زي ما احنا قلنا في البدايه ما ينفعش ان انا اشيل مكان يندثر وارجع ابنيه من جديد، يبقى انا دمرته خالص، ما بقاش له قيمه تاريخيه. لكن لما بلحقه كده وارممه بس يعتبر نفس القيمه. سياح بيك عشان هو اثار. بالظبط كده. يعني الكلام ده طب هو ده اسامي؟ لا دي نصوص قران، وبعد كده نص تاسيسي ان تم تاسيس المكان ده في عهد فلان وترمم في عهد فلان. طب الكلام يعني مش بس كلها قران ومش بس كلها نص تاسيسي. الكلام ده كله مطلي بميه الذهب؟ جميل. مطلب ميه الدهب كله يعني فعلا. العصر ده كان مشهور ان هو لا حته ميه الدهب موجوده في اغلب العصور تقريبا. هنلاقي حتى برضه في بعض المدارس الثانيه زي مدرسه برقول اللي بعد كده هتلاقي السقف كله مذهب. تحفه معماريه طبعا. يعني ده مش دهان عادي. لا مش دهان عادي. طب العصر بتاعنا ده مش بيتميز بحاجه؟ عصرنا ان احنا زي ما قلنا احنا بنرمم الحاجه بنحافظ عليها بقى، لكن مالوش نسق فني معين، يعني ما فيش مثلا خط معين زي الخط الكوفي ده. بقى الخطوط كلها اقصد بنستخدم كل انواع الخطوط احنا، يعني بنستخدم خط كوفي في الترميم، بنستخدم خط مثلا النسخ، خط الثلث، كل العصور اللي فاتت، لان انا مرتبط بالخط ده. بمعنى ايه برضه؟ انا لما اجي ارمم حاجه في العصر المملوكي هرتبط بالخط الموجود اللي هو خط النسخ. لما ارمم حاجه في العصر الفاطمي لازم يكون عندي علم بخط الكوفي عشان ارمم على نفس الشكل. وانواع مختلفه مش بس كوفي، ده فيه كوفي بسيط ومربع وغيره وغيره، انواع كتير جدا. فلما يكون عندي درايه بكل ده عشان لما اجي ارمم بالحاجه المناسبه ليه. ما ينفعش ارمم مثلا الحجر بالرخام. تمام؟ كل ماده هي نفس الماده بتاعتها، الخط هو نفس الخط. مفهومه؟ المكان زي ما قلنا بعد كده لما مات المنصور قلاوون اتدفن في المكان ده. وحفيده كمان مدفون مع اسمه اسماعيل. مش واحد بس مدفون. يعني ايه مش ابنه؟ ابنه مدفون في مكان تاني. هنا الناصر محمد مدفون، لكن في ابناء تانيين ليه، هو له اكتر من ابن. طب هو في كام واحد؟ يعني هو كذا قبر هنا؟ قلاوون وابنه وحفيده، في 3 هنا. في ضريح ده. عشان كده المكان كبير. طبعا الضريح ده عباره عن ضريح تحت الارض عادي، وبعد كده معمول فوق التركيبه اللي احنا شايفينها دي الرخاميه دي.
ايه دخاميه؟ رخاميه، رخام، تركيب من الرخام، برضه تدي حته العظمه شويه للسلطان.